هي المشكلة مش ان احنا ما بندعيش ربنا، المشكلة ان احنا ما بنبقاش عارفين ندعي ربنا نقول له ايه. في القرآن في أدعية دعوها الأنبياء لما كانت بتحصل معاهم مشاكل. يعني نبي في بطن الحوت دعا ربنا بدعاء معين، نبي نفسه ان ربنا يرزقه بولد فدعا ربنا بدعاء معين، نبي أذنب وعصى ربنا فدعا ربنا بدعاء، ربنا استجاب ليهم كلهم. السلام ف عليكم، أنا أحمد، مش شيخ ومش عالم، إنسان مسلم بسيط اللي بتعلمه بشاركه معاك، لعل وعسى ربنا يجزيني ويجزيك خير. هي فكرة السلسلة دي ببساطة إن أنا وإنت نتعلم لما يحصل لنا مشكلة معينة في حياتنا ندعي ربنا نقول له إيه. لأن الدعاء في الإسلام ما هوش حاجة جانبية، دي حاجة أساسية جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول في الحديث: الدعاء هو العبادة. وربنا عز وجل في القرآن بيقول في آية، وربنا عز وجل في القرآن بيقول لنا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي آية تانية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإني قريب، يعني مفيش أي حاجز ما بيننا وما بين ربنا في الدعاء. يعني إحنا بس نقول يا رب. نتعلم بإذن الله أدعية الأنبياء في القرآن، أدعية قالها سيدنا نوح، سيدنا آدم، سيدنا أيوب. اشمعنى الناس دول؟ لأن ربنا عز وجل قال في القرآن: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. يعني نشوف الأنبياء عملوا إيه وناخد منهم الهدى اللي اهتدوا بيه. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فبإذن الله ربنا يفتح لي ويفتح لكم باب الدعاء ويرزقنا الإجابة يا رب. لو شايف إن في حد من دايرتك الكلام ده ممكن يبقى مهم بالنسبة له، ابعت له الفيديو. من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فيمكن تكون سبب إن حد يقرب من ربنا ويكون لك نفس الأجر. ولو عاوز تعرف علاج مشاكلنا من القرآن ممكن ترجع لسلسلة علاجنا صورة. نبدأ بإذن الله من الحلقة الجاية مع أول دعاء.